أهلا وسهلا، أنا كاثرين معكم من شيبا يمني فودز، وفي هذا الفيديو أراكم كيف طريقة البراونيز الأمريكي. والبراونيز هي أكلة يعني حلوة مثل ما الكيكة شوكولاتة شوية مثله، ليس نفسه. وتتكون كمان من شوكولات. وهي أكلة يعني سريع وشيء جميل تقدم للضيوف. والمكونات التي تحتاج 2 كوب زيت، كوب ونص دقيق أبيض، 2 كوب سكر أبيض، 4 بيض، 1 ملعقة صغيرة خميرة كيكة أو بيكنج باودر الذي تسمي، ملعقة صغيرة ملح، و4 حبات من الشوكولات الذي بغير سكر. هذا شوكولات يعني صافي لا يوجد فيه سكر أبدا. تأتي في هكذا مكتوب بغير سكر. فهذا يكون جميل جدا. إذا لا توجد هذا ممكن تبدل الباودرة كوكا باودرة، هذا كمان بدون سكر. وكمان تحتاج صحن هكذا بهذا الحجم. أوكي، الخطوة الأولى أن نذوب هذا الشوكولات لكي يكون يعني مثل الماء، ليس قاسي هكذا. وممكن نعمل هذا في الميكروويف إذا توجد، وإذا لا توجد مايكروويف خدت فوق النار أول شيء ماء في صحن واحد، وثم فوقه صحن أخرى وبين وجه الشوكولات من أجل لا يحرق. فأنا سأستخدم خلاط كهربائي، ولكن يمكن تعمله باليد عادي. فالآن أن الشوكولات ذاب، سأضيف الشوكولات والزيت في صحن كبير وأخلطه مع بعض، وثم أضيف له البيض والسكر. وستشوفني أضيف أول شيء 1 بيض، وثم نص كوب سكر، وثم ثاني بيض ونص كوب سكر، وهذا من أجل يذوب السكر جيدا. وعندما تكمل 4 بيض والكوبين سكر، ثم في صحن أخرى تخلط الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم تضيف الدقيق مع الشوكولات وتخلطه جيدا.
ثم أجهز صحن كبير. أول شيء بالزبدة أو سمن، وثم فوقه أتي بدقيق. هذا من أجل البراونيز لا يتلصق إلى الصحن عندما أريد أن أخرجه من الصحن. وعندما الخليط تكون جاهز تضيفه للصحن وتحركه شوية في الصحن حتى تكون صافي. جاهز صحن في درجة 180 واطبخه لمدة 30 أو 35 دقيقة. ستعرف أنه جاهز عندما الشوكة يخرج نظيف من الكيكة. بعدين قطعه مباشرة عندما يخرج من الفرن، ولكن خلي ربع ساعة حتى يبرد قبل أن تخرجه من الصحن. وهذا هو طريقتي للبراونيز. شكرا لحضوركم، أتمنى وعجبكم هذا الفيديو. إذا عجبكم ممكن تزورني في الفيسبوك شيبا يمني فودز، وكذلك تشترك في القناة شيبا يمني فودز. شكرا.